اليوم في هذا النشاط الذي تنظمه الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية من أجل النقاش حول موضوع مهم. هذا الموضوع الذي أثار الكثير من النقاش بل وكذلك الكثير من الجدال. فارتأى حزب العدالة والتنمية في إطار أنشطته التي يقوم بها المختلفة سواء الداخلية أو الخارجية لكي يتواصل مع أوسع عدد ممكن من الساكنة من أجل مقاربة هذا المشروع، مشروع تصميم التهيئة وإعطاء المعلومة الصحيحة والمقاربة التي يرى حزب العدالة والتنمية بالمدينة أنها مناسبة وأنها تخدم مدينة الخميسات. فحزب العدالة والتنمية في تواصل دائم مع الساكنة، خاصة بعدما تعزز حضوره بعد انتخابات 25/11/2011 بحصوله على مقعد برلماني عن دائرة خميسات والماس. وبهذه المناسبة نشكر النائب البرلماني الأستاذ عبد الله بن حمو على فتحه لمكتب التواصل، وهذه عادة والتزام من طرف البرلمانيين ديال حزب العدالة والتنمية للتواصل مع الساكنة. فهو يتواصل أسبوعيا مع الساكنة، بل أكثر من هذا، فلا يقتصر تواصله فقط على الدائرة التي انتخبت، ولكن يتواصل كذلك مع الإقليم كله من حيث طرح مشاكله. وكذلك مستشاري الحزب في تواصلهم كذلك مع الساكنة ومع هيئات المجتمع المدني من خلال الاستجابة لكل الدعوات التي تقدم له في تطبيق والمشاركة في الأنشطة التي تنظمها مجموعة من الجمعيات، سواء على مستوى تصميم التهيئة أو غيره من المبادرات التي يقوم بها المجلس البلدي. فمساهمة من حزب العدالة والتنمية من أجل مقاربة هذا الموضوع، يأتي هذا اللقاء من أجل تطوير الرأي العام، من أجل تبادل وجهات النظر حول هذه المقاربة حول مشروع تصميم التهيئة. وتصميم التهيئة هو وثيقة للتعمير التي تحدد حقوق استعمال الأرض داخل المجال الترابي الذي تغطيه، ويخضع تصميم التهيئة إلى مسطرة قانونية تحدد مراحل إعداده وإجراءات بحثه والموافقة عليه. من أجل مقاربة هذا الموضوع استدعينا لهذا اللقاء كل من الأستاذ رشيد تعلوش، وهو إطار بالوكالة الحضرية وهي حاملة هذا المشروع في تصميم التهيئة، وكذلك الأستاذ إسماعيل مشعر نائب رئيس المجلس البلدي، وكذلك الأستاذ حسين عصمة مستشار المجلس البلدي، وكذلك الأستاذ عبد الله بن حمو النائب البرلماني لحزب العدالة والتنمية. يعني استدعينا هذه الحضور من أجل النقاش والحوار حول هذا الموضوع، بمعنى أن ستكون هناك 4 مداخلات. سيتقدم في أول مداخلة الأستاذ عبد الله بن حمو من أجل الإطار العام أو السياق العام لمشروع تصميم التهيئة، وفي المداخلة الثانية للأستاذ رشيد تعلوش عن ممثل الوكالة الحضرية في محور مراحل إعداد تصميم التهيئة، لتكون المداخلة الثالثة للأستاذ إسماعيل مشعر حول مضامين تصميم التهيئة، وأخيرا المداخلة للأستاذ الحسين عصمة حول إكراهات تصميم التهيئة وتطلعات الساكنة. ولكي لا أطيل أعطي الكلمة مباشرة للأستاذ رشيد تعلوش العاف عبد الله بن حمو لمداخلته لو تكمل الترتيب.